استنى كده الصورة أوضح شوية. طبعا طلعنا من المكان اللي احنا فيه، اتكلمنا في موضوع تاني. أنا حاليا دلوقتي في عين شمس، مستشفى في عين شمس، في مكان 5 ستار. ببدأ مغامرة جديدة، شغل جديد في مستشفى جديدة غير التمثيل. عايش الحياة اللي أنا اخترتها مش اللي أهلي اختاروها لي. بمتهن المهنة اللي أنا بحبها، اللي أنا مؤمن بيها، اللي أنا عايزها، مش اللي حد فرضها عليا. شغال الحاجة اللي أنا بحبها، بحلم بالمهنة اللي أنا عايزها، مش واقف في مكاني. ناس كتير جدا كتبت في التعليقات ان مش كتير جدا الناس اللي بيوصلوا احلامهم وانت محظوظ وانت اللي بتنجح وانت اكيد معاك واسطه او معاك حد. لا، مفيش الكلام ده خالص. انت كل ما عليك ان انت بتسعى وبتجتهد. انا لقيت رفض من الجميع. في بعض الاحيان ما كنتش بنجح، في بعض الاحيان الابواب كانت مقفله، لكن كان عندي حلم ان انا انجح، كان عندي حلم ان انا اوصل. ما كنتش معتمد على ظروف، على قد ما انا معتمد على نفسي، على انني عندي هدف لازم اوصل له باي طريقه. طبعا انت في بعض الاحيان هيقابلك عوائق كتير جدا، هيقابلك ظروف سيئه، هيقابلك اهلك تمام اللي هيتحدوك، هيقابلك كل اصحابك واللي حواليك عشان يحاولوا يحبطوك. لازم ما تتأثرش بالاخرين، لازم يكون عندك يقين انك اكيد في يوم من الايام هتوصل. ربنا عز وجل اسمه العدل ولا يستحق. مفيش حد في الدنيا هيقدر يوصل لهدف الا لما يتعب ويشقى. مستحيل الناس اللي غنيه او الناس اللي معاها او الناس اللي نجحت تمام، اللي زي اللي اخترع الكهرباء مثلا، ده حاول 9990 مره. فلما سالوه قالوا له انت يعني ليه حاولت 9999 مره عشان تنجح؟ قال لهم كلمه جميله قوي، قال لهم كسبت 9999 محاوله فاشله عشان اكتشف محاوله واحده بس ناجحه واوصل ان انا انور العالم كله. الراجل ده نور العالم كله لكن نسي ينور ابه. دي من ضمن الحاجات. زويل وغيرهم وغيرهم، الناس دي كانت ناجحه في البلد اللي هي فيها. ما تقنعنيش وتقول لي انك هتنجح في بلد تانية، ما تقنعنيش وتقول لي انك هتنجح في مكان تاني. انت هتنجح هنا، هتوصل هنا، حياتك هنا، اللي انت عايزه هنا. عشان تنجح هنا الاول في البلد. دايما انا بمثل لاي انسان، اي انسان لو عايز ينجح في اي مكان ما كانش ينجح من القاره اللي هو فيها، مستحيل هينجح من القرى اللي حواليه. فانت انجح في بلدك الاول. لو انت عايز توصل للهدف او الحلم اللي انت عايزه، انجح في بلدك الاول. كل الناس اللي حواليا، العالم كله استحاله يعترف بيك لما انت تكون معترف بنفسك، معترف بهدفك، معترف بحلمك، معترف بالهدف اللي انت عايزه. ساعتها كل اللي حواليك هيحترموك. كل اللي كانوا بيحاولوا يصمتوك ويهدموك هم اللي هيقولوا انت ناجح في يوم من الايام. فما تقفش، ما تستسلمش، اسعى اجتهد. ما تقولش انا في مكاني ووحيد ومش هقدر اوصل. لا، انت كمل نفسك بنفسك، تسعى اوصل لهدفك بنفسك. ما تقفش تستنى حاجه من حد عشان تحاول تنجح في اي حاجه انت عايزها. دايما في نصايح على اليوتيوب بقول دايما انك ما تقفش، كمل، هتوصل في يوم. حاليا انا شغال في المهنه اللي بحبها، حابب التمثيل فبسعى للتمثيل وبحاول. ليا اصدقاء كتير نجحوا ووصلوا، انا لسه ما وصلتش، بس عارف اني اكيد في يوم اوصل، عارف اني اكيد في يوم انجح في الحاجه اللي انا عايزها. كل الحكايه اني محتاجه وقت. انت اسعى، ما تقفش، صدقني اكيد هتنجح. تمام؟ فانت حاول توصل لاهدافك ولاحلامك لو عايز
اشوفكم على خير، برنامج جديد وحلقه جديده من حلقاتي. السلام عليكم ورحمه الله.